الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من أعرف عقيدتك، ومما يدل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمع ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، ومع ذلك البخاري يحسن هذا الحديث، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. يستدل العلماء بهذا الحديث على الرحلة في طلب العلم، فجابر بن عبد الله مع أنه من العلماء ومع ذلك رحل مسيرة شهر من أجل حديث سمعه عبد الله بن أنيس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت للبواب: قل له جابر رضي الله عنه على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال: العباد عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا هو الشاهد، أن الله عز وجل يتكلم بصوت، وكما تقدم معنا أنه لا بد في إثبات صفة الكلام إثبات الحرف والصوت، لا بد، لأن المبتدعة بعضهم يقول الكلام نفساني، بعضهم يقول كلام خلقه في الشجرة أو خلقه كما يخلق الأشياء، لكن نقول كلام الله عز وجل بحرف وصوت، أي أنه مسموع يسمعه من شاء من عباده. وقد جاء التصريح أيضا بالصوت في حديث أبي سعيد في البخاري لعله يأتي معنا. قال: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. الشاهد من ساق هذا الحديث يا أخوة في هذا الموطن هو ذكر الحرف والصوت، وإنما سقناه بتمامه للفائدة. قال: وإن كان الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل وفيه ضعف، وقد ذكره الإمام البخاري معلقا في صحيحه. قال: ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وفي الصحيحين اللفظ للبخاري حديث أبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت. يعني هذه اللفظة تحفظها، لأنها أولا في البخاري، ثانيا هي الشاهد، ولا الحديث ستجد في غير البخاري متفق عليه في غير هذا اللفظ، لكن نحن نريد كلمة بصوت، كما في حديث عائشة صفة الرحمن، وأحب أن أقرأ بها كلمة صفة الرحمن، هذا يركز عليها الطالب، لأن مثل هذا اللفظ يستدل به على إثبات الصفات، حتى إذا جاء المعتزل ينكر الصفات استدل عليه بالحديث: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 أراه. قال: 999. فحين يتضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعر السوداء في جنب الثور الأبيض وكالشعر البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا، ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. ويكلم الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار، وأدلة ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي، هذه مسألة أصلا ليس فيها نقاش عند المسلمين،
ممن لم تتلوث فطرهم، إنما ينكر الكلام من تلوثت فطرته. فإلا كم في القرآن من قال ويقول ونادى وينادي، ويوم يناديهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ثم يأتي ويقول الله لا يتكلم. قال بيان حكم من اعتقد أن القرآن الكريم مخلوق، ومن اعتقد أن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل مخلوق لزمه أن الأسماء والصفات مخلوقة، ولزم أن الله عز وجل مخلوق. تعالى الله عز وجل عن هذا القول علوا كبيرا. بل قال بعض أهل العلم السبب الذي جر المبتدعة إلى القول بخلق القرآن هو القول بخلق الصفات. السبب الذي جر المبتدعة إلى القول بخلق القرآن القول بخلق الصفات. أما الجهمية يقولون بخلق الأسماء والصفات. الأسماء عندهم ليست أسماء لله، إنما استخدمت في حق الله على سبيل المجاز، والصفات ليست صفات لله، وإنما هي صفات لمخلوقاته. سواء في القرآن قال فالله عز وجل هو الذي سمى نفسه بأسمائه الحسنى، وهو الذي وصف نفسه بصفاته العليا، سواء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة التي أوحاها بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كفر علماء المسلمين من اعتقد أن القرآن مخلوق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. وأما قول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لأن المبتدع استدلوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق. حاميم تنزيل حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا. قالوا جعلناه خلقناه، لأن كلمة جعل عندهم خلق. ومن باب الفائدة نذكرها لكم، وإن كان فيها خروج عن الاختصار لكن يعلمها الطالب. التقى بشر المريسي والكناني عند بعض الأمراء، فقال بشر المريسي حين سئل: لماذا تقول القرآن مخلوق؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: إن جعلناه قرآنا عربيا، وجعل بمعنى خلق. قال له الكناني: أنت تلتزم بهذا؟ أن كل جعل بمعنى خلق؟ قال: أنا ألتزم بهذا. قال: تشهد عليه يا أمير المؤمنين؟ قال: أشهد عليه. فكرر عليه قال: ما قولك في قول الله عز وجل: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تخلقوا الله، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، خلقتم الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن خلقوا الملائكة. فجاء له بأدلة كثيرة من القرآن لا يستقيم معها جعل بمعنى خلق، لا يستقيم معها يعني ماذا جعل بمعنى خلق، لكن القوم مكابرون. ولذلك لما قال له القرآن مخلوق قال له: أنت يعني أجبني بأحد 3 أجوبة: خلقه في نفسه، خلقه في غيره، خلقه ذات قائمة بنفسها. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء. قال: لا تحيد، ولهذا سمي الكتاب بالحيدة من أجل هذه الكلمة. فكرر عليه: خلقه في نفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه ذات منفصلة. فقال: أقول كما خلقه الأشياء. ثم قال له الأمير: فسرها لنا. فقد حاد بشر. قال: إن قال خلقه في نفسه فقد كفر، لأنه جعل الله محل الحوادث. وإن قال خلقه في غيره فقد كفر، فقد جعل صفات الله عز وجل حالة في الحوادث. وإن قال خلقه كما خلق بقية الأشياء فكذلك يقع في الكفر، لأنه جعل القائل إنني أنا الله هو هذا المخلوق المربوب. فالشاهد أن هذا الكتاب لو استطاع الطالب أن يقرأ فيه كتاب الحيدة كتاب طيب ونفيس، إلا حرف واحد ما أدري، لأنه أصل الكتاب بعضهم يطعن فيه أنه غير ثابت، لكن الكتاب في الجملة من أحسن ما ألف في المناظرات بين المعتزلة وبين أهل السنة. والحرف هذا الذي أشرنا إليه أن بشر يقول له: أتؤمن أن الله سميع بصير؟ قال: نعم. قال: بسمع وبصر؟ قال: أقول سميع بصير.
نعم نحن نقول بسمع وبصر، نثبت لله السمع والبصر، فيسمع بسمع يليق بجلاله ويبصر بعينين حقيقيتين تليق بجلاله. وإلا فالكتاب في الجملة من أحسن ما ألف. ومن باب الفائدة التي ذكرها أهل العلم يقولون أن الكناني رحمه الله لما استشرت هذه الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، ما استطاع أن يصل إلى الأمير. الأمير مع هؤلاء، مع بشر المريسي ومع أحمد بن أبي دؤاد ومع هؤلاء القضاة الذين قد تقلدوا مذهب جهم. ولكن هذا الرجل كان من الأذكياء، من أذكياء العلماء. فلما كان يوم الجمعة قال لولده: أنا سأكون في مقدمة المسجد وأنت في مؤخرة المسجد، فإذا انتهى الناس من الصلاة فقم ونادني. فانتهى الناس من الصلاة والمسجد الجامع والخليفة موجود والقضاة موجودون. فلما انتهى من الصلاة قام الولد وقال: يا أبتي. قال: نعم. قال: ما قولك في من يقول بأن القرآن مخلوق؟ قال: هذا كلام باطل. فسمع الناس هذا الكلام وما استطاعوا أن يبطشوا بالرجل، لأنه لو كان أتاهم في مجلس من المجالس لربما قتلوه وضيعوه وغيبوه، لكن لما قام في مجلس أمام الأمة ما كان معهم إلا أن رضوا بالمناظرة وعقدوا مجلس المناظرة. بعد ذلك يذكرون أن الخليفة رجع عن هذا القول لما قيل له: يا بشر، أترى ما تدعو إليه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ فكان جواب بشر أولا: جهله. قال: شيء جهله رسول الله علمته أنت؟ قال: أقلني. أقول علمه. قال: علمه وتكلم به أو لم يتكلم به؟ قال: لم يتكلم به. قال: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الخليفة يكرر هذه الكلمة ويقول: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فقالوا: رجع عن القول بالمحنة والفتنة، وإلا قد قتل في الفتنة بالقول بخلق القرآن علماء وجلد علماء. الإمام أحمد سجن قريب من 28 شهر وضرب يعني عشرات الأصوات، حتى لربما كان يضرب الضرب الشديد حتى يغمى عليه من أجل أن يقول القرآن مخلوق. المسألة ليست من المسائل السهلة، قد ابتلي المسلمون فيها أيما ابتلاء، وما سمي الإمام أحمد بإمام أهل السنة إلا بعد أن ابتلي وصبر وناظر. وسبحان الله يذكرون أن السبب الذي جعل الإمام أحمد يصبر أنه جاءه رجل سكير لقيه في السجن، وقال له: يا إمام اتق الله في المسلمين، اتق الله في المسلمين. يعني وإلا كان ربما يسعه أن يقول يتأول كما تأول غيره، كثير من العلماء تأولوا، لكن الإمام أحمد ثبت فثبته الله وثبت به الأمة، وإلا مصيبة. الأمراء والقضاة والجميع يقولون القرآن مخلوق، وهات بعد ذلك ما يلزم من اللوازم: الأسماء مخلوقة، الصفات مخلوقة، يعني ما ذكره الله من أفعاله كل هذا يكون مخلوق. تعطيل كلي، تعطيل لله من أسمائه وصفاته، أو تعطيل لله عز وجل من صفاته، أو تعطيل لله حتى من بعض صفاته. فهي مسألة ليست من المسائل السهلة، مسألة القول بخلق القرآن. وقد ألف فيها جماعة من أهل العلم، منهم صالح بن الإمام أحمد ألف كتاب المحنة، وهكذا أظن ابن قدامة حكاية المناظرة فيما وقع بينه وبين الأشاعرة. فالآن قوله: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، المعنى إن صيرناه قرآنا عربيا وليس بمعنى خلقناه، إذا أن جعل تأتي بمعنى خلق وبمعنى صير، فإذا نصبت مفعولين كما في هذه الآية كانت بمعنى صير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ففرق الله عز وجل بين الأمر وبين الخلق. قال: والقرآن الكريم أمر الله عز وجل كما في قوله عز وجل في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم.
فعلم من مجموع الآيتين السابقتين أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل غير مخلوق لأنه من أمره وليس من خلقه. وأما قول الله عز وجل في كتابه العزيز ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لأن المبتدعة قالوا خالق كل شيء والقرآن شيء، القرآن شيء فالله خالق كل شيء. وقوله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فالقرآن شيء ولكنه ليس بمخلوق كما علم من الآيات السابقة ومن الأدلة السابقة. وقد أخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه شيء وليس بمخلوق كما في قوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالله عز وجل شيء وهو خالق وليس بمخلوق، وكذلك القرآن كلام الله عز وجل شيء وهو ليس بمخلوق. ولا نقول في القرآن بأنه خالق ولا بأنه مخلوق كما قال جعفر الصادق حين سئل عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل، فهو صفة الله عز وجل اللائقة بجلاله العظيم. وأيضا كل لا تفيد العموم المطلق، باب الفائدة الخارجة، كل لا تفيد العموم المطلق، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يعني هل دمرت المساكن؟ هل دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت الجبال؟ ما دمرت، دمرت الأشخاص، دمرت من يقبل التدمير. وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان؟ ما أوتيت، ما كان معها إلا ملك اليمن، ولكن مما يؤتاه الملوك. فقول الله عز وجل خالق كل شيء أي من المخلوقات ليس معناها أنها تفيد العموم المطلق. قال وعلق الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وأخرج الإمام أبو داود رحمه الله في سننه موصولا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزال كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم فيقول الحق فيقول الحق الحق. وأخرجه البخاري بنحو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذلك جندب رضي الله قال جندب كلمة ذلك زائدة قال جندب رضي الله عنه وما تقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج منه سبحانه وتعالى كلام أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة. وقال عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل يعني أنه نزل من عند الله، ومن للابتداء تكلم الله به، فمن للابتداء تكلم به الله عز وجل وسمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه إلى أصحابه رضوان الله عليهم وهم بلغوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا اليوم. وأما قول الله عز وجل في كتابه وما فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يعني هنا أضاف القرآن إلى من؟ إلى محمد. وقوله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هنا أضافه إلى من؟ إلى جبريل. فهم إن قالوا بأنه كلام جبريل رد عليهم بالآية الأولى، وإن قالوا بأنه كلام محمد رد عليهم بالآية الثانية. إذن ما معنى الإضافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم والإضافة إلى جبريل؟ فأضيف في الآية السابقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه هو الذي بلغه إلى أصحابه رضوان الله عليهم، وأضيف في الآية الثانية إلى جبريل عليه السلام من حيث أنه هو الذي بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. وأما المتكلم به حقيقة فهو الله سبحانه وتعالى. ومن عقيدتنا أنه يعود إلى الله عز وجل في آخر الزمان. ففي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني ما هناك أحكام، ما تبقى أحكام لا سنة ولا قرآن. فقال له الصلاة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله عنه ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. وقد حصل رفع لبعض القرآن من الأرض المذكور
في حديث حذيفة رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسخه الله في عهده. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من طريق أبي حرب بن الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإن كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فونسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكسب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.